أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. في لحظة من حياتنا كلنا سألنا نفسنا نفس السؤال: ليه حياتي ماشية بالشكل ده؟ ليه بعض الناس بيحققوا أحلامهم بسهولة وأنا مهما حاولت بحس إن في حاجة واقفة ضدي؟ الحقيقة يا صديقي مش دايما الظروف ولا الحظ ولا الناس هي السبب. ساعات السبب الحقيقي هو الفكر، لأن فكرك مش بس بيوجه حياتك، فكرك بيخلق طاقتك، وطاقتك هي اللي بتجذب واقع. النهاردة هنتكلم عن القوة اللي جوانا كلنا، عن ازاي بتصنع واقعك بطاقة فكرك. كل حاجة بتبدأ بفكرة، الكلمة اللي بتقولها، المشاعر اللي بتحسها، والقرارات اللي بناخدها كمان، كلها خرجت من فكرة. تخيل ان أفكارك زي البذور اللي بتزرعها في أرض عقلك، والواقع اللي بتعيشه هو المحصول اللي بيطلع منها. لو زرعت خوف هتحصد مواقف تخوفك، لو زرعت طمأنينة هتلاقي السلام بيقرب منك. وده مش كلام خيالي، ده علم طاقة ووعي، لأن كل فكرة ليها تردد، وكل تردد بيجذب الشبيه ليه. يعني لما تفكر بإيجابية بتخلق مجال طاقة عالي يجذب نفس النوع من الأحداث والناس والفرص. والعكس صحيح. أول خطوة علشان تصنع واقع جديد هي إنك تراقب أفكارك بوعي. مش كل فكرة تمر في دماغك لازم تصدقها. مرات كتير بنعيش في دوامة: أنا مش قادر، أنا فاشل، أنا حظي سيء. ومع التكرار الفكر بيتحول لإحساس، والإحساس بيبني واقع كامل من الرفض والضيق. حاول توقف شوية وخاطب نفسك بلطف: هل الفكرة دي فعلا حقيقية؟ ولا أنا اللي صدقتها لأنها تكررت؟ بمجرد ما تبدأ تسأل السؤال ده الطاقة بتبدأ تتغير، لأنك انتقلت من التلقائية إلى الوعي، من الوعي يبدأ التغيير. جرب كده كل يوم قبل النوم تعمل تمرين بسيط جدا. هات ورقة وقلم واكتب 3 أفكار إيجابية عن نفسك أو حياتك، حتى لو بسيطة جدا، زي مثلا: أنا أستحق راحة البال، كل يوم بيحصل لي شيء بسيط يبقى يفرحني، أنا بطور نفسي بخطوات ثابتة. لما تكتب الكلام ده بإحساس دماغك بيبدأ يصدق الإشارة الجديدة، وطاقتك الفكرية بتتغير تدريجيا من تردد الخوف لتردد الامتنان. ومع الوقت الواقع نفسه بيبدأ يتبدل، بنلاحظ إن فرص جديدة بتظهر، ناس بتتغير، مواقف كانت مقفولة بتتفتح. مش لأن الدنيا اتغيرت، لكن لأنك أنت اللي غيرت ترددك الداخلي. النية هي البوصلة اللي بتوجه طاقتك الفكرية. لما يكون عندك نية صافية وإيمان حقيقي إنك تستحق الخير، الكون كله بيبدأ يرتب الأحداث عشان يوصلك ليها. النية مش دعاء مؤقت، النية إحساس عميق باليقين، زي لما تقول أنا ناوي أعيش بسلام. في اللحظة دي كل تصرف بيخرج منك بيبدأ يخدم النية دي، كلامك، اختياراتك، وحتى الناس اللي بتقابلهم. وده هو السر الحقيقي في صنع الواقع بطاقة الفكر. أوقات ناس تقول: طب أنا بفكر بإيجابية وبعمل تأملات، ليه الواقع لسه مش بيتغير؟ لأن الفكر محتاج فعل يدعمه. الفكر هو الشرارة، والفعل هو الوقود. لما تفكر إنك تستحق حياة أفضل لازم تتحرك في الاتجاه ده، حتى بخطوة صغيرة، لأن الطاقة بتتحرك بالفعل مش بالأمنيات فقط. الكون دايما بيكافئ اللي بياخد خطوة حقيقية، حتى لو بسيطة جدا. وفي النهاية افتكر دايما إن الواقع مش بيحصل لك، الواقع بيحصل منك. انت الموجة اللي بتصدرها، وانت الطاقة اللي بتخلق الأحداث حواليك. لو فكرك مظلم هتشوف الحياة غامقة، ولو فكرك منور حتى أصعب الأيام هتلاقي فيها معنى. خلي فكرك دايما في جانب النور، وصدق إن كل لحظة ليك فيها فرصة جديدة إنك تبدأ تاني، لأنك ببساطة صانع واقعك ببطاقة فكرك. ولو الحلقة دي لمستك أو فادتك ولو بشيء بسيط، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة من مراية الروح. وشارك الحلقة مع حد تحس إنه محتاج يسمع الكلام ده النهاردة، لأن لما نشارك النور النور بيزيد.